وايه الدوري ما حدش عارف مين هياخد الدوري السنه دي؟ حضرتك الدوري ده ما شفناهوش من 5 6 سنين. من 5 6 سنين. طبعا لسه الدوري كان بيتحسب من نص الموسم. دلوقتي لسه لحد دلوقتي ما حدش فين خد الدوري. حضرتك دلوقتي الزمالك متصدر ب تمام. 40 كده متعادلين ب 40 بونت. ماشي. الزمالك لو كسب النهارده الاتحاد عنده 43 يفرق يفرق 3. 3 بونت. لو اتعادل فرق بونت واحد. لو الموضوع خسر يولع اكتر. ولو خسر يبقى الدوري كده خلاص طب ولا. انت عايزه يتعادل ولا يكسب؟ لا طبعا احنا عايزين نشوف كرة كويسة، عايزين الدوري المصري يرجع زي زمان. استاذنا الفاضل، احنا زمان لما خدنا بطولة افريقيا 2006 2007 2009 كان في دوري مصري. دي حقيقه. كان في كرة، يعني العالم كله كان بيتفرج على كان الدوري في المصري. دوري مصري وكان في اسماعيلي. لا لا اسماعيلي دي حاجة تانية حضرتك. اسماعيلي ده ولاد الكرة المصرية. دي حقيقه. حضرتك كان ينزل دوري المظالم يجيب اللاعب ب 50,000 و60,000 يبقى بكام؟ دي حقيقه. احنا زعلانين عشان نادي الاسماعيلي، ده الكلام. احنا زعلانين عشان نادي الاسماعيلي. اتمنى من نادي الاسماعيلي يرجع تاني. اتفضل. طيب يعني يمكن تقارب المستوى بين الثلاث فرق اللي فوق، يعني تفرق في الموضوع ده ولا لسه برضو لم يظهر مين اللي هينافس اكتر؟ لا لسه حضرتك. لسه حضرتك. طب في تقارب في المستوى بين الثلاث فرق؟ طبعا لو ما فيش تقارب يعني مش في تقارب مثلا من بيراميدز وبين، رغم ان سكواد بيراميدز غير سكواد الاهلي غير سكواد الزمالك بيعاني طبعا برضو بس عنده مدرب وعنده شخصيه بتفرق. شخصيه وجماهير وشعبيه. يعني عامل اساسي الجماهير. الزمالك خسر كسب الجماهير وراه غير دي اي حقيقة. جمهور تاني. هو ده المكسب حضرتك. رغم ان الزمالك برضو عنده مشاكل ماليه وفي قيد، مشاكل لعيبه، مشاكل بس مشاكل متصدر. مشاكل. يعني هو حاليا دلوقتي يعتبره المتصدر عشان يعتمد على مين؟ ولاد النادي. اللاعب بيلعب ما بياخدش فلوس.